سحر، هو الخطيب قبل كده قال فيه سحر. طب ثانية على الصورة مكسور. الخطيب اعترف وقال إنه عامل للزمالك عمل قبل كده، ودي مش الواقعة الأولى لبحة. بحة أعماله كتير للناس. مفاجآت جديدة بيكشفها المستشار مرتضى منصور خلال الساعات اللي فاتت، خاصة بواقعة بحة بعد اتهامه إنه عمل للزمالك بالخسارة، وإنه السبب في هزيمة الزمالك أمام الأهلي 4-1 في مباريات الدوري. المستشار حط بحة في دماغه وقال يا أنا يا هو، ولما أشوف آخرتها مع الخطيب. وبعد ما كان سيد عبد الحفيظ هو اللي ورا الموضوع، مرتضى منصور قلب في دفاتر القديمة وافتكر إن الخطيب عامل للزمالك عمل، وماشي في السكة دي ومن زمان. ليه المستشار قال مش هيسكت على اللي عمله الخطيب ومش هسيبه، وإزاي هيفك الأعمال دي، وإيه اللي كشفه المستشار عن رجب بحة خلاه ياخد إجراء قانوني. مفاجآت حصلت مش هتصدقها. موضوع الأعمال واسترهاب القوة الخارقة مش جديد على الزمالك، ومع كل أزمة أو خسارة بتحصل الكل لازم يبقى عارف إن بسبب العمل اللي الخطيب عامله للزمالك، وبدون أي تفاصيل. النادي زي الفل واللعيبة مفيش زيهم اتنين، مش زي ما رجب بحة قال إن العيب في اللعيبة، لأ خالص. اللي الخطيب بيعمله في الزمالك بمساعدة سيد عبد الحفيظ مع رجب بحة جاب الزمالك الأرض. ده اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت وبيتقال، لحد ما المستشار ظهر وكشف مفاجآت عن اللي الخطيب بيعمله، وإن دي مش المرة الوحيدة اللي رجب بحة يعمل الأعمال دي وشغل الجامايكا. منصور قال إنه مش هيسكت على اللي بيعمله الخطيب هو والمسؤولين في الأهلي، وهيكون ليه وقفة حاسمة على التصرفات بتاعتهم دي، لدرجة إن قال قبل كده إن الخطيب مستحيل يستغنى عن سيد عبد الحفيظ بسبب الأعمال اللي بيعملوها. منصور نشر موقع فيديو على قناته على اليوتيوب بيقول فيه إن الخطيب هو أول اللي اكتشف رجب بحة، وعلشان يكون في دليل على كلامه ذاع فيديو للخطيب يوحي بإنه ليه علاقة بالأعمال دي، وكان بياخد معاه عرافين في المباريات الأفريقية. وقبل كده قال إن الأهلي بيحلل لنفسه السحر وبيحرمه لما الزمالك يتكلم عنه. الخطيب نفسه تحدث عن الأعمال اللي تعرض ليها لاعبي الأهلي، ده غير إنه اتهم الخطيب وسيد عبد الحفيظ مدير الكورة بالفريق بعمل استرهاب لقوة خارقة لمحمد صلاح، وده خلى مستواه يتراجع. الخطيب خايف وبيحقد على صلاح علشان أسطورة أكبر منه، ودايما كان بيطلب من الأهلي إنه يلعب معاهم لاعب للاعب بدون أعمال ولا جامايكا، وقال لو لعبته لاعب للاعب أكسب الأهلي سكور مستريح. ده غير إنه أكد لموقع مصراوي إن دي مش الواقعة الأولى لبحة، وإنه سبق وكان السبب في انفصال سيدة عن زوجها. في واحدة ست قالت إن بحة طلقني من جوزي. رجب بحة جاب آخره من تصريحات المستشار، وكان لازم يحط النقط على الحروف، علشان كده قرر ياخد إجراء قانوني وياخد حقه منه بعد التشهير اللي عمله ليه. المحامي محمد رشوان أكد إنه تلقى اتصالات من أسرة رجب بحة علشان يرفع قضية ضد المستشار، خاصة إن رجب ظهر إنه بعيد كل البعد عن الأعمال دي، وإن ده شرك بالله، وإنه حافظ لكتاب الله وبيؤم الناس في الصلاة، وعمره ما يفكر في الحاجات دي. منصور مش عارف يعمل إيه ولا يفك النحس اللي في الزمالك إزاي، خاصة في مبارياته مع الأهلي، فشكله كده هيتعامل بنفس الطريقة وهيدخل في سكة ملهاش نهاية. الناس بتقولي ما تشوف حد اللي رجب بحة ده، أجيب مين وبعدين ده نهايته سودا. أنا معلم على الخطيب من 2017، واحدة رايح جاي. لسه أزمة الأعمال مطروحة وتفاصيل جديدة كل يوم بتظهر وتصريحات غريبة، فيا ترى هتنتهي على إيه؟ فيا ترى المستشار هيتعامل إزاي مع الخطيب؟ هل هيلجأ للعرافين زي ما اتقال من الجماهير؟ وهل رجب بحة لما يقاضي المستشار حقه هيرجع إزاي؟ تفتكروا المستشار هيكون رده إيه؟